الحب اللي يخليك انت اولا انتي تنعسوا في الزنقه اولا يطيح عليكم الدل بحال هكا بناقص منه ما عندكم ما ديروا به، لكن على الاقل كون مع انسان اللي كيدير شي حاجه في حياته، اللي كيقلب على خدمه، اللي كيقرا ومن بعد غادي يخدم، اللي كيبني شي بروجي واخا يكون غير صغير، هو انسان اللي عنده طموح اللي غيزيد بك القدام ماشي اللي غيغرقك في حفره. لان داك الحب اللي بزاف ديال الناس كيضحيو عليه وكيبان لهم راه غيعيشوا الحياه وغيعيشوا الجنه مع داك الشخص، هو اللي كيتقلب عليهم وكيولي جهنم وكيشوطهم. فاش كيكون جيبك خاوي وكتبقى تقول المهم اش غنتعشاو اليوم، راه ما كيبقى عندك لا الوقت لا الكنال للحب. كاين الا شفتي راسك ماشي انت اللي كتجر داك الانسان للقدام وانما هو اللي كيجرك اللور، بعد منه. كان قلبك كيبغي شي واحد ولكن عقلك كيقول لك نو 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 ما نقدرش نعيش في هذه الحاله هذه، اهرب اولا هربي لانكم غادي تندموا. ما عمركم ما تسمحوا في قرايتكم على وديت شي راجل. قرايتك راه هي اللي كدير لك القيمه. بنات فيقوا معايا العار، راه صافي دابا القرايه والمستقبل ما بقاوش اوبسيون، خاصك تبني مستقبلك وقرايتك. والسوشيال ميديا راه اكبر دليل على ان الحب كيقدر يسالي كيقدر يموت. راه حنا كنشوفوا شحال ديال لي كوب اللي كانوا كابل جولز كيطلقوا دابا. فكيف ما الرجال كيقولوا يكون عندي مستقبلي عاد نتزوج بمراه، حتى العيالات خصهم يقولوا يكون عندي مستقبلي عاد نتزوج بالراجل، باش نهار كتفارقوا هو كيلقى على شي رجع وانت كتلقى علاش ترجعي. ماشي هو عنده الصالير ديالو وعنده خدمته وانت كترجعي لدار باك وتبقاي تسمعي الهضره من اللي يسوى واللي ما يسوى. فراه واخا يكون شي واحد كيحماق وكيموت عليك دائما كيعطيك القيمه اكثر فاش كيكون عندك مستقبل، فاش كتكوني كتخدمي. ما نبغيش في 2022 نلقى مازال شي بنت الطموح ديالها هي العماريه والولاد، هذاك الشيء خضره فوق الطعام. اما المهم هو انت ومستقبلك وجيبك وشنو عندك في مخك.